ديك المجموعه ديال وجده وهما رؤساء اللي من بعد جاوا للجزائر كانوا عايشين في وجده وكانوا كياكلوا في وجده وكيجمعوا لهم الناس وكيطوعوا الناس وكيعطيوهم باش يشريوا السلاح باش يدافعوا من اجل التحرير. هذا هو جزاء ديال المغرب. انا ماشي تعمدت ولكن كنلبس، انا ما كنهضرش على الجليج واش مغربي، ما كنهضرش على الطاجين واش مغربي، ما كنهضرش على القطان مغربي، ما كنهضرش على الراي مغربي. هذه تفاهات، هذه هضره ديال المواقع. انا كنشوف الهضره ديال بصح، ولكن المغرب باش غادي يوصلوا الجزائريين ما عمرهم ما غادي يوصلوه، واخا يبقاو 50 عام هما كيبنيو. الله يهديهم هذا الشعب الجزائري وبخصوصا الاعلام الجزائري اللي كيفطر وكيتغدى وكيتعشى بالمغرب. عياو ما يسبونا، عياو ما يشتمونا، عينا ما نصبروا، عينا ما نسكتوا، سواء في الشان سواء في المنتخب الاولمبي، وحاليا المنتخب اقل من 17 سنه. الاعذار عيب وعار الاعلام الجزائري بالانتصارات ديال المنتخب المغربي، بالانجازات ديال المغرب. ما كيقدرش يقول المغرب. هذه عقده في العقليه ديال المخزن الجزائري، ديال الاعلام الجزائري اللي ما بغاش يوعى، والشعب الجزائري تا هو غادي معاه في هذه النظريه ديال العداء ديالو للمغرب. الشعب المغربي دائما يكن الموده والاخوه لهذا الشعب، ولكن دائما الخرجات الاعلاميه ديال الاعلام المخزن انه ضد المغرب. حافظ الدراجي بالنسبه لي انا بوق، هو مخلص، هو تابع للمخزن الجزائري، تابع للجينيرات الجزائر، تابع للكبرانات ديال الجزائر. فهو واي واحد كيتخلص من عند الدوله ديالو الا وغادي يدير اي خرجه، سواء في نقص من المغرب سواء في احتقار المغرب. ولكن المغرب باش غادي يوصلوا الجزائريين ما عمرهم ما غادي يوصلوه، واخا يبقاو 50 عام هما كيبنيو هما كيشيدوا. انا ماشي تعمدت ولكن كنلبس، انا ما كنهضرش على الجليج واش مغربي، ما كنهضرش على الطاجين واش مغربي، ما كنهضرش على القطان مغربي، ما كنهضرش على الراي مغربي. هذه تفاهات، هذه هضره ديال المواقع. انا كنشوف الهضره ديال بصح ديال الصح. الناس كتهضر عقلات التنميه العربيه، عقلات تسيير العربي باش يكون موحد، باش يكون اخوه. لا زالت الخصامات قويه، لا زال المخزن الجزائري اقتصاد ديالو، المداخيل ديالو من الغاز والبترول فهو كيصرفها على الافارقه اللي غير معترفين بالصحراء المغربيه، كيفرقها على بعض الدول ديال امريكا اللاتينيه اللي غير معترفه بالصحراء المغربيه، والخاسر فيها كله هو الشعب الجزائري. الشعب الجزائري مضرور وانتم كتشوفوا. فاحنا ما كنديروا السيرفيس لا على الحليب لا على الزيت لا على السميده. المغرب غادي التنميه يعني تضاهي بعض الدول الاوروبيه. ما عندناش نقصان، ما عندناش هذاك، عندنا مشاكل، عندنا الفقر، ماشي ما عندناش الفقر ولكن خلاف مع الجزائر فاحنا بعاد عليهم بزاف. هما بقاو متبعين القضيه ديال الصحراء، والقضيه ديال الصحراء هم لا علاقه لها. هادو جزء واحد لربعه او 10 ديال الصحراويين بعائلتهم محتجزين، ناس ما عمرها ما شافت لا ضوء لا ماء لا تلفازه لا تكنولوجيا، كتمولهم السلطات الجزائريه الكبرانات الجزائريه باش يبقى داك المشكل ديال الصحراء المغربيه. والخاسر دائما هو الشعب الجزائري بهذا التعنت. وكما شفتوا الخرجات الاعلاميه ديال جل الجزائريين هما متبوعين للمخزن، فهم ضد المغرب وكيجبدوا المغرب كما كنقول لك في الفطور الصباح في الغداء، كيتعشاو بينا كيتغداو بينا كينعسوا بينا. هذا الشيء عيب ومرض بالمغرب. المغرب ولا بالنسبه لهم عقده. تعرف اللي المليون شاهد اللي هذاك واش حسبوهم هما، وشكون اللي حسبهم؟ الا كان المليون شاهد فتقريبا اكثر من 40,000 مغربي
كانت ناضلات معاهم، ومحمد الخامس الله يرحمه في الامم المتحده طالب باستقلال الجزائر. المغاربه ديال وجده كلهم كانوا كيجمعوا لهم الفلوس، كانوا كيجمعوا لهم باش يشريوا السلاح. ديك المجموعه ديال وجده وهما رؤساء اللي من بعد جاوا للجزائر كانوا عايشين في وجده، وكانوا كياكلوا في وجده، وكيجمعوا لهم الناس وكيطوعوا الناس وكيعطيوهم باش يشريوا السلاح باش يدافعوا من اجل التحرير. هذا هو جزاء ديال المغرب، لانه دافع على الحق في الاستقلال ديال الجزائر. هذا هو جزاء ديال المغرب اللي طالب باستقلال المغرب. خصهم يمشيو يشوفوا اللي تعدى على الشعب الجزائري هما الفرنسيين. ما نساوش كيما المغرب طالب بالاستقلال ديال الجزائر، راه كيطالب دابا بالاستقلال ديال القبيل. ما طرحتيش لنا هذا الموضوع. والموضوع هذا معروف، هذا من زمان ماشي من وليد اليوم، فهو تقريبا اكثر من 10 سنين الشعب القبائلي او القبيلي كيناضل حتى هو باغي، يعني باغي يستقل، بغى يدير دوله ديالو، بغى يولي حتى هو عنده رئيس ديالو. ولكن الشعب الجزائري او الكبرانات الجزائريين ما بغاوش هذا الانفصال كما شفتوا، وكان بود المغرب انه يساعد ماديا ومعنويا القبيليين ويديروا دوله حتى هما. ولكن ما عرفتش العار الجار. حنا دائما المغاربه متسامحين، دائما المغاربه ما كيبغوش يشدوا العار، ما كيبغوش يديروا المشاكل. كنتمنى من الكبرانات والجنرالات يديوها في المشاكل ديالهم الاقتصاديه، في البنيه التحتيه ديالهم، في المشاكل ديال المواد الغذائيه، في بزاف ديال الحوايج ناقصه. داك الشعب الجزائري هما باقين ما بغاوش يديوها في راسهم، باقين دايرين المشكل ديال الصحراء، هما اللي كيمولوه، هما اللي كيعطيو الملايير كتخسر من اجل موضوع، من اجل مشكل، من اجل قضيه ديال المغاربه بعضياتهم. وكما قلتي لي السي خالد بان الكبرانات تيبان لي بان المشاكل الداخليه ديالهم ما عندهمش جواب على الشعب ديالهم، فكيلقاو جواب واحد هو العدو الوحيد ديالنا هو المغرب. كنظن العدو وهمي صانعينه باش يكون نهب للثروات الجزائريه. هذا هو وهما باش يغطيو دائما، باش يغطيو داك السياسه ديالهم، داك السياسه ديال القمع، وباش يغطيو داك الجوع اللي كيعيش فيه الشعب الجزائري. داك الشيء من غير الطوابير ديال الزيت ولا الحليب، وداك عدم وفره العديد من المواد الغذائيه كيشدوا الفلوس الملايير. وكتشوف بلاد انت الحكام، انت اللي كيحكم البلاد، انت كتشوف عنده تقريبا 76 عام ولا ما عرفت 78 عام، وما بغاوش يخليوها للشباب، ما بغاوش يخليوها للناس اللي باغي تخدم هذه البلاد. انا كنتمنى الله يهديهم، الله يهدي هاد الكبانات والجنرالات، وما بغيناش لهم فوضى، ما بغيناش لهم اضرابات، ما بغيناش لهم نزول الشارع الجزائري. ولكن الى اين؟ الى متى؟ حنا عينا ما نصبروا بالمشاكل ديالهم، عينا ما نسكتوا، عينا من ميكو، عينا من نغمضوا عينينا على قبل المشاكل ديالهم الداخليه. ولكن هما دائما كما كتعرف الملايير ديالهم ديال الاقتصاد ديالهم كتمشي في مشكل ديال الصحراء اللي هو ماشي مشكل ديال الجزائر، فهو مشكل ديال المغاربه ديالهم بعضياتنا، وهما كيتدخلوا فيه.